السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي العهد الأمير مولاي الحسن تدخل بنفسه في مشكل الصحة في أكادير، بل في المغرب كامل. غادي نشوفوا التفاصيل بعد قليل إن شاء الله. وطبيب من مستشفى الحسن الثاني ديال أكادير اللي ولا معروف بمستشفى الموت، هكا سموه الناس ديال أكادير، قال بأن الأمور تغيرت إلى الأفضل بين عشية وضحاها بشكل كبير، كأن المستشفى ماشي هو المستشفى. نبدأ بدخول ولي العهد على خط الاحتجاجات على تردي الخدمات الصحية في أكادير. كلنا شفنا الزيارة اللي دارها وزير الصحة لمستشفى الحسن الثاني اللي نضت عليه الضجة، وفي الحقيقة كنا كنظنوا أنها مسارعة من الحكومة باش تأدي الواجب ديالها، لكن الخبر اللي وصلني أنا اليوم هو أن هاد الجري كامل اللي شفنا ومازال كنشوفوه من المسؤولين، يعني باش يقادوا الأمور ويصلحوا داكشي اللي خصو يتصلح، السبب فيه هو تدخل ولي العهد الأمير مولاي الحسن. فحسب موقع مغرب تايمز المغربي يقول الخبر: أوامر ملكية، ولي العهد مولاي الحسن يتدخل شخصيا في ملف الصحة. علم موقع مغرب تايمز أن الزيارة التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير جاءت تنفيذا لتعليمات صارمة من ولي العهد الأمير مولاي الحسن بناء على أوامر ملكية. عقب تواتر أخبار الوضعية الصعبة التي يعيشها هذا المرفق الصحي، فقد عرفت المؤسسة خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الانتقادات والاحتجاجات بسبب اختلالات خطيرة. طبيعة الحال ماشي غير الأشهر، يعني كانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي الاحتجاجات ديال يوم الأحد الماضي. يقول الخبر تتمثل يعني هذه الاختلالات تتمثل في خصاص في الأجهزة الطبية والموارد البشرية، مشكل في الأجهزة وأيضا الموارد البشرية يعني الناس اللي كيخدموا، إضافة إلى تسجيل وفيات يعتبرها المواطنون نتيجة مباشرة للإهمال والاستهتار، خاصة أن كاين من الناس اللي تيقول 8 ديال العيالات ماتوا فقط في دار الولادة، ماتوا في مصلحة الولادة، وكاين اللي تيقول 10، إضافة إلى ناس أخرين اللي كانوا ضحية حسب داكشي اللي راج في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ضحية ديال الإهمال وديال الاستهتار كيف ما قال الموقع هنا. هذه الأوضاع المتدهورة دفعت عددا من الفعاليات والساكنة إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع. مصادر خاصة أكدت أن ولي العهد لم يكتف بإصدار توجيهات تخص مستشفى أكادير وحده، بل أمر بإيفاد لجان تفتيش إلى مختلف مستشفيات المملكة. يعني الأمر ما كيتعلقش فقط بمستشفى الحسن الثاني في أكادير، بل بجميع المستشفيات ديال المملكة، وهذا الشيء اللي خصو يكون في الحقيقة. لابد الأمر يتعمم، يعني هاد المراقبة وهاد الضغط على المسؤولين باش يأديو الواجب ديالهم. للأسف ما كيطالبوهمش بأكثر من داكشي اللي قادرين عليه وأكثر من الواجبات ديالهم، تيقول لهم يا ودي الله يرحم لكم الوالدين ديروا واجبكم وأديوا اللي عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل الوقوف ميدانيا على واقع التجهيزات والخدمات مع الحرص على تزويد هذه المؤسسات بالأجهزة الطبية اللازمة لتأمين الخدمات الصحية في المستوى المطلوب. وحسب ذات المصدر يقول موقع مغرب تايمز فإن ولي العهد مولاي الحسن يقف بشكل شخصي على إصلاح المنظومة الصحية في المغرب. والله كنا محتاجين هذه المسألة، كنا محتاجين أن شي حد من العائلة الملكية يوقف على هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة الحارقة اللي كيتكويو بها وليدات المغاربة، فجزاه الله خيرا. يعني إلا ما كانش بعض المسؤولين راه هكا دايرين، يعني خاصهم حتى يكون اللي غادي ينغزهم واللي يضغط عليهم عاد يتحركوا عاد يخدموا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبالله عليكم دابا واش حنا دائما هكا باقي ما بغيناش نتغيروا حتى يكون الضغط عاد نخدموا حتى توقع المشاكل ويكون التدخل الملكي عاد المسؤولين ينوضوا ويبداو تيتجاراو؟ والله عيب. علاش ما يخدموش راسهم وكل واحد يأدي الواجب ديالو بوحدو راسو؟ يا كلشي كيتخلص، كلشي عنده أجرة شهرية ديالو، فين هو المقابل ديال هاد الخلصة اللي كتخلص؟ طبعا ما غاديش نهضروا على داكشي اللي كيديروا خارج الخدمة الرسمية ديالهم، خارج أوقات العمل الرسمي ديالهم، يعني تيبريكولي وخدم هنا دير هنا إلى آخره، كلشي راه كنعرفوه. ما سوقناش أسيدي، الله يسهل على الجميع فيما هو حلال وفيما هو حقهم،
الله يسهل عليهم. لكن وقت الخدمة ديالك أو المداومة ديالك عفوا، دير أخويا الواجب ديالك، ما تضيعش ولاد الناس باش انت تمشي تقضي أغراض في الكلينيك الفلانية ولا المصحة الفلانية ولا ما عرفت فين، ولا في العيادة ولا شنو، يبريكوا ليه هنا وهنا، والوقت اللي تيخصك تكون فيه انت في المؤسسة العمومية اللي انت تابع الوزارة من خلالها وتتخلصك الدولة من خلالها، تفرط فيه وتخلي ولاد الشعب تيموتوا تما، عار عليك. وهذا ينطبق على أي واحد في القطاع، سواء كنت وزير أو مندوب أو الطبيب رئيسي ميدسان شاف يعني مدير مستشفى، أو الطبيب رئيس مصلحة، أو طبيب خدام مهم في شي مصلحة كيف ما بغات تكون، أو ممرض أو تقني أو كيف ما بغيتي تكون، دير الواجب ديالك هداك الله. راه حتى واحد ما كيطلب منك دير أكثر من الواجب ديالك، والمرء فوق طاقته لا يلام. دير اللي عليك على قدر استطاعتك، أولا خوفا من الله عز وجل لأن غادي تحاسب عليه، ثم قياما منك بمقتضى الأخوة، خوتك كيموتوا وانت ما مسوقش، سبحان الله العظيم. طبعا الخطاب موجه للناس اللي مفرطين في الواجب ديالهم، أما اللي داير الواجب ديالو ومأدي اللي عليه فهذا نقول له جزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك، وكاينين الحمد لله ماشي ما كاينينش، ولكن الله يصلح الحال. طبيب مستشفى الحسن الثاني هو نفسه المستشفى اللي ولا كيعرف مستشفى الموت كيف ما سموه الناس ديال أكادير، تكلم على التغيير الكبير اللي بان في المستشفى من بعد الاحتجاجات والزيارة ديال وزير الصحة والإعفاءات اللي كانت، وراه كلشي شافها، إعفاءات اللي طالت مجموعة من المسؤولين على قطاع الصحة في المدينة، وهو الدكتور ياسي عبد اللطيف مختص في طب المستعجلات. كتب تدوينة على الفيسبوك ونقلوها مجموعة من المواقع والصفحات وانتشرت في الساعات القليلة الماضية. يقول: صباح الخير، في أول يوم لي بمستعجلات الحسن الثاني بأكادير بعد الكونج السنوي منذ فاتح شتنبر، أول ملاحظة: تغيرت عدة أشياء من حسن إلى أحسن والحمد لله. كل أجهزة الفحص متوفرة وفي حلة جيدة، سبحان مبدل الأحوال. كاينة ومزيانة ماشي خاسرة ولا لا مزيانة. من ضمنها داكشي اللي ذكر بين قوسين الراديو، ليكوغرافي اللي هي التلفازة، سكانير، وكذلك الإهريم أو الرنين المغناطيسي. نفس الشيء بالنسبة للأدوية والتحليلات، يعني التحاليل والدواء والأجهزة وكذا إلى آخره، كلشي موجود، كلشي كاين الحمد لله. يا سبحان الله، كلشي متوفر بالمستشفى كيف قال، كلشي متوفر بالمستشفى. وهذا ما جعلني أعمل في ظروف جيدة من 8 صباحا إلى 7:15 مساء وبدون مشاحنات مع المرضى والمرتفقين، ما دام والحمد لله كيلقاو كلشي موجود. إذا المشاكل شنو السبب ديالها؟ هو أنه إما ما تيلقاوش داكشي اللي تيبغيو، ما كاين تحاليل، ما كاين أدوية، ما كاين، أو كاين داكشي وما تيجبدوش ليهم، ما تيوريوش ليهم. مول التحاليل يقدر يقول لك اخويا لي رياكتيف ما عندناش باش نخدمو وكذا، مول الدواء الخبار فراسكم، سكانير حديث ولا حرج، ديك الكلمه اللي معروفه خاسر هي اللي كنسمعو، هاك الرونديفو حتى تتساس او يدي مول الامانه امانته. الله المستعان. هنا قال لك كلشي مزيان، كلشي موجود. من بعد ما رجع من العطله ديالو رجع كيلقى كلشي موجود، كلشي مخير، وبالتالي خدم مرتاح وما لقى حتى مشكل مع الناس او المرافقين ديالو. قال لأننا في السابق كنا نحن من يؤدي الثمن غاليا في حالة عطب الراديو أو سكانير، لأنهم كيتناقشوا مع الناس. يقول: أو غياب بعض التحليلات أو الأدوية، لأن أطباء المستعجلات دائما في الواجهة الأولى مع المرضى، وطبعا كنا نتحمل غضب بعض المرضى ونتفهم ظروفهم. لكن أتمنى، اسمعوا هذا الكلام هذا، لكن أتمنى من الجهات المسؤولة ألا يكون هذا التحسن ظرفيا لأغراض سياسوية، بل نريده أن يكون دائما وفي تحسن مستمر، وأن يجد المرضى ظروفا تليق بهم في المستشفى العمومي. سبحان مبدل الأحوال. بين عشية وضحاها كلشي ولا خدام، كلشي ولا كاين، كلشي ولا موجود حاضر. السؤال: فين كان هادشي قبل من الاحتجاجات وقبل زيارة الوزير؟ فين كان شي واحد يجاوبنا على هذا السؤال؟ شي واحد يحاول يجاوبنا. وكيف قلت في الفيديو السابق وقال حتى الدكتور ياسي عبد اللطيف اللي قرينا الكلام ديالو الآن، فكنتمناو أن هذا التحسن في الخدمات الصحية في مستشفى الحسن الثاني يكون دائم،
وتبقى الجودة وحسن التعامل مع المرضى، يبقى هادشي كامل دائما يكون هو الديدن ديال الناس اللي خدامين في القطاع. يعني ماشي غير في أكادير، مكنتكلموش على أكادير، كنتكلمو على المغرب كامل. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل بكل بساطة، أن كل واحد يأدي واجب ديالو. الناس ديال قطاع الصحة الآن كنتكلمو على المشكل اللي كاين في قطاع الصحة، راه كيف ما انت كتبغي الناس اللي في الادارات الاخرين يأديو الواجب ديالهم باش انت تمشي تقاد الورقه ديالك ولا ملفك ولا تقاد تقضي الغرض ديالك في امان، وتلقى الموظف اللي غادي يعاملك مزيان ويقاد لك الامور ديالك لانه الواجب ديالو هذاك، راه حتى انت خصك تأدي الواجب ديالك بصرف النظر على التخصص ديالك كيف ما بغا يكون. حتى واحد ما كيطالبك اكثر من الواجب ديالك او اكثر من طاقتك، أدي الذي عليك. راه المغاربه ما كيطلبوش شي حاجه مستحيله او كاينه غير في كوكب زحل غتمشي ما عرفت فين وتجيبها وتجي. كيطلبوا فقط خدمات صحيه في مستوى تليق بهم كبشر، لا اقل ولا اكثر. الله يصلح الحال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.